سلم كلشي. رجوع مباريات ديال الدوريات الكبرى هذا الاسبوع، يعني غادي نبداو نشوفوا الاسود شنو داروا ونتبعوا معاهم ماتش بماتش ولا خطوه بخطوه باش نشوفوا البيرفورمانس ديالهم وشنو داروا. اغلب الدوريات فبداو البارح ودونك غير من الجمعه والسبت عندنا هدف عالمي، عندنا ورقه حمراء، وعندنا تقريبا 3 ديال لي زاسيست في مختلف الدوريات العالميه. قبل ما نبداو نشوفوا شنو داروا الاسود في هاد اليومين هادو، غدا نكملوا مع باقي ديال اللاعبين. ديروا دابا واحد الاشتراك في القناه وبقاو معايا حتى الاخر باش تشوفوا لي بيت، تشوفوا لي زاسيست، وكذلك تختاروا نتوما شكون احسن لاعب كان بين البارح واليوم. اما دابا يلا نبداو بالدوري الانجليزي، واول مباراه لبيرنلي اللي طلعوا هذا العام البريمير ليغ، ومن الزهر ديالهم غادي يلعبوا اول مباراه ضد مانشستر سيتي اللي خسروا فيها ب3-0. وكان انس الزروري لعب معاهم المباراه وتحصل في الدقيقه 94 على كارطون روج ولا على ورقه حمراء اللي غادي تغيبوا على المباريات اللي جايه. اول مباراه في البريمير ليغ واول ورقه حمراء، هذه من الحاجات اللي عمرهم ما غادي ينساهم انس الزروري، ونتمنوا ليه حظ موفق في باقي الجولات. ندوزو لإسبانيا، واول مباراه في لا ليغا اللي سجل فيها يوسف النصيري هدف رائع، وكذلك كان بونو اساسي في هذه المباراه. ورغم الهدف اللي سجل يوسف النصيري، ولكن خسرت سيفيا اول مباراه ديالها ضد فالنسيا البارح. دونك كتبقى بدايه موفقه المهاجم ديالنا اللي كنتمناو على انه يستمر في تسجيل الاهداف هذا الموسم معنا مع الفريق ديالو اشبيليه. ندوزو اليوم عامر بلي ساسيستو منهم هدف عالمي. نبداو بالهدف العالمي ديال شكون؟ ديال عز الدين أوناحي اللي شارك بشكل رسمي اليوم في المباراه الاولى ديال اولمبيك دو مارسيل ضد ريمس وسجل هدف ولا اروع اللي غادي تشوفوه معايا اون ميم طون. اولمبيك دو مارسيل فهي ربحات ب2-1، وعز الدين لعب 83 دقيقه. والحاجه الزوينه في هذه المباراه سكو امين حارس دخل لعب 7 دقائق تقريبا، في الدقيقه 83 دخل في هذه المباراه. نتمنوا على انه يسترجع اللياقه ديالو، العوده ديالو من الاصابه تكون عوده موفقه، ونشوفوا الثنائي ديال امين حارس وكذلك ديال عز الدين أوناحي بكثره هذا الموسم هذا. من اولمبيك دو مارسيل غادي نمشيو لالمانيا، والخبر الاول اللي ماشي هو هذاك، اللي هو في اول مباراه ديال بايرن ميونخ تحت قياده توخيل، فكاين مزراوي في الاحتياط والاعتماد على بافار في هذه المباراه. هذه بدايه غير موفقه صراحه، وفيما كنشوف توخيل ديال الاختيارات ديالو فصعيب التغيير ديالها، ونتمنى على ان مزراوي يمنح ليه الثقه اكثر ونشوفوه كرسمي في المباريات القادمه، وما نتسناوش شي اصابه لشي واحد. دونك خاصو يفرض راسو على المدرب في التدريب. يعني نبقاو في المانيا، ولكن هذه المره واحد من اللاعبين اللي من المنتظر على انه يتعيط عليه في المعسكر الجاي ديال المنتخب الوطني المغربي. كنهضروا على امين عدلي اللي كيلعب مع فريق ليفركوزن، واللي كان اليوم افضل لاعب في المباراه، حيث انه سجل هدف وعطى 2 ديال لي زاسيست اللي سالت المباراه ب8-0 لصالح فريق بايرن ليفركوزن. عاد لي كاين اخبار ولا دي رومور كيقولوا على انه غادي يتم المنازع عليه من طرف الركراكي في ظل الاسماء اللي باغي يجربها واللي باغي يعيط لهم المنتخب الوطني المغربي، ونتمنى على انه يستمر ويبين راسو مع هذا الفريق هذا. من بايرن ليفركوزن غادي نمشيو عاوتاني لهولندا، هذه المره مع البي اس في ايندهوفن ضد اف سي اوتريخت. سيباري فهو دخل كبديل واعطى تمريره حاسمه ديال الهدف الثاني ضد اف سي اوتريخت اللي كيلعب فيه المغربي الاخر زكريا الابيض، وقدم مباراه جد جيده فنيا. فكنتمناو على انه عاوتاني يرجع اللياقه ديالو ويرجع المستوى ديالو ويضمن الرسميه ديالو مع الفريق ديال بي اس في ايندهوفن. كما عرفنا العام اللي فات فكان غادي مزيان مع هذا الفريق، الاصابه جات واثرت شويه على المردود ديالو، خلاته على انه يفقد الرسميه مع فريق بي اس في ايندهوفن. دونك تقريبا هذه لا بيرفورمانس ديال اول مباريات الجمعه والسبت، وباقي مباريات اليوم غادي يتلعبوا كما عرفنا. مزراوي غادي يكون احتياطي، باقي المباراه ديال اشرف حكيمي غادي تلعب اليوم مع تسعود. وكذلك في البريمير ليغ فكان المشاركه ديال نايف اكرد اللي لعب مع الفريق ديالو وسالت المباراه بالتعادل الايجابي 1-1. هادشي اللي كان بالنسبه للحلقه ديال اليوم. وقولوا لي نتوما على حسب هاد الاسماء، على حسب هاد لا بيرفورمانس، شكون حسب الراي ديالكم احسن لاعب في هاد الاسماء اللي لعبوا في هاد اليومين؟ نتسنى الجواب ديالكم. اما دابا نقول لكم سلامه.